مش هتحتري تاني. خلاص المدارس على الابواب. هنعمل النهارده 5 افكار للانش بوكس صحي وسريع ومفيد، وهتعمليه بسرعه، ممكن كمان تجهزيه من بالليل. اول فكره معانا النهارده في افكار اللانش بوكس ال5 ايام دراسه، هنحط فيها شريحتين كده من التوست او اي نوع عيش تحبوه، بس انا هديكوا كل الافكار. هنحط فيها شريحه كده من الجبنه الصفراء او التشيدر، وهحط معاها شريحه من الرومي المدخن. وهبدا ان انا اقسم التوست كده نصين واحطه بطريقه كده منظمه وشكلها حلو. هنخلي ولادنا ياكلوا اكل صحي ولذيذ وطعمه حلو، وكمان مش مكلف وسريع. ومعاها ثمرة الفاكهة الموزة، واحاول ان انا اغلفها كده عشان ما تبوظليش الدنيا. ومعايا 3 ثمرات كده من التمر بالسمسم، وهحط طبعا خيار وجزر، شرايح من الخيار والجزر. لازم يكون اللانش بوكس بتاعنا فيه خيار جزر طماطم فلفل، وكام واحدة من الزيتون. وكمان بقى هنبتدي نحط العصير البيتي بتاعنا في ازازة صغيرة كده. العصير بتاعنا بتاع اول يوم هيكون عصير مانجا. واقفل بقى واظبط اللانش بوكس بتاعي. انتوا لسه ما عملتوش اللايك؟ اعملوا لي احلى لايك بقى لاحلى لانشات بوكس للمدارس. تاني فكرة، هحط شرايح من الطماطم، وهحط معاها كده كام شريحة من الفلفل أخضر، ألوان أي حاجة. هنستخدم بقى في الفكرة التانية العيش الفينو. هاخد شرايح كده من الجبنة الرومي أو التركي، وأحط معاها شريحتين من اللانشون. اللانشون مش هنستخدم المتصنعات كل يوم، بس يوم كده ندلعهم فيه، يلا مش مشكلة. تمام. وبرده هنحط ثمرة الفاكهة، كل العناصر اللي احنا اتفقنا عليها. هنبتدي بقى نرص رصة حلوة كده. ونحط كمان النهارده الفاكهة هتكون بقى ايه؟ شوية عنب، وهحط كام واحدة كده من اللوز أو السوداني، بيدي طاقة رهيبة. والعصير معانا في اليوم التاني برضو عصير مانجا. خلاص كده خلصنا الفكرة التانية. نخش على الفكرة التالتة. معايا خيار، شرايح من الخيار وشرايح من الجزر، متقطعين كده برضو بشكل حلو كده عشان يبقى سهل على الولاد. وهحط لهم كده بقى ميني بيتزا من فيديو معجنات رهيب هنزله لكم. معايا واحدة جوافة وواحدة جبنة مثلثات، وشوية كده زبيب في علبة، بيدي طاقة وطعم مش قادرة اقول لكم عامل ازاي. الفكرة بقى الرابعة معانا، بحط شرايح من الخيار وشرايح من الجزر، ومعايا كمان عيش بقى، المرة دي عيش بلدي عادي خالص. تمام. هحط بقى معاهم شرايح من الجبنة الصفرة برضو وجرجير. نحاول يبقى الأكل بتاعنا مليان بقى جرجير كابوتشا خاص، الحاجات الخضرة دي فايدتها رهيبة للولاد، وطعمها مش بيبان قوي في وسط الاكل لو مش بتتاكل صريحه كده. خلاص حطينا بقى كده العيش بالجبنه بالجرجير، طعمه تحفه. والفاكهه كمثريه، ومعايا كمان كام واحده من الزيتون والعصير جوافه. بس وخلصنا اللانش بوكس بقى، طعم ومش قادره اقول لكم. الفكره الخامسه بقى، هنعمل لهم برجر البيض او بيض بالخضار. معايا شويه طماطم على زيتون على فلفل، ومعاهم بيضايه وشويه لبن ورشه ملح ورشه فلفل. وهقلبهم كويس جدا مع بعض، وابتدي احطهم في طاسه في صغننه كده او في الكادر الصغير، هيطلع لي دايره شبه البرجر. واحط معاها شريحه من الكابوتشا، منتهى الصحه يعني والجمال. هظبط بقى، احط الطماطم بتاعتي والخيار والحاجات اللي اتفقنا عليها، شريحه جبنه مثلثات وبلح اسود متقشر احطه في علبه. ونراعي ان اي فاكهه تكون بتلزق او بتدي ريحه احطها في علبه صغيره منفصله. وكام واحده زيتون كده، نظام ايه التظبيط بقى والجمال. يا رب الفيديو يكون عجبكم. والعصير هنا هيكون برتقان، ومتنسوش اللايك